بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. من مطبخ مجيدة النهارده إن شاء الله هاعمل معاكم الكابوريا الجامدة دي، الكابوريا الإسكندراني التحفة التحفة دي. يلا بينا من مطبخ مجيدة نشوف مجيدة عملت الكابوريا الجميلة دي إزاي. طبعًا إحنا إسكندرانية وأنتم عارفين بقى الإسكندرانية حرّفة كابوريا والحاجات دي. يلا بقى نخش على المطبخ نسمي الله كده ونخش ونشوف بقى الكابوريا الجميلة دي. طبعًا أنا جبت شروة كابوريا هنا، رُحت عند بقى السمّاك اللي أنا باجيب منّه، راح قال لي: "تعالي بقى عندي شوية كابوريا يعجبوكِ." قُلت له: "طَب يالّا هاتهم بقى." جِبتهم، طبعًا روّحت البيت بقى غسلتهم كده غسلة حلوة ورُحت ماسكة كده الصابون السايل حاطّة شوية عليهم وغاسلاهم غسلة تمام، وباشطف فيهم بقى الشطفة اللي أنتم شايفينها دي كده، ونصلّوا على رسول الله كده ونسمّوا الله كده ونخش على مطبخ مجيدة. ما تنسونيش بقى باللايكات وتفعيل الجرس عشان أعمل لكم كل جديد. وما تنسوش تدعوا لإخواتنا الفلسطينيين، ربنا يا رب ي ينجّيهم من اللي هم فيه ويرحم موتاهم ويشفي مرضاهم ويرحم أمي وأبويا وأخويا ويجعل مثواهم الجنة يا رب. طبعًا أنا حطيت الكابوريا بعد ما غسلتها الغسلة التحفة التحفة الجميلة دي، حطيتها على النار. طبعًا أنا هتعملي إيه يا مجيدة؟ طبعًا أنا جِبت بصلتين، هاجيب بقى بصلتين حلوين وطماطمتين و ونخش بقى على مطبخ مجيدة نشوف هنعمل الكابوريا إزاي. البصلتين طبعًا مع 4 فصوص توم مع ليمونة مع قرن فلفل مع بصلتين مع ليمونة، ويالّا بينا إيه نحط الخلطة الجامدة دي على الكابوريا، ونعصر بقى إيه نحط شوية كمون عليهم. نجيب الكمون ونحط شوية كمون بقى حبة حلوين كده، نتوصّى بالكمون عشان أنتم عارفين السمك كمون، ونحط بقى شوية ملح كده وشوية حبهان. الحبهان بيخلّي طعمها من جوّه طعمها جميل جدًا، وورقتين راولي وشوية زيت، عشان الزيت طبعًا لمّا باحط الزيت بيخلّيها صفرا زي ما هي ما بتغمقش، بيخلّيها فيها لمعة وجميلة أوي. وليمونة طبعًا عصرت ليمونة عشان الزفارة وهارمي القشر فيها عشان نشيل منها الزفارة، ونعصر ليمونة كاملة يعني. تمام. ونروح بقى جايبة هنا بقى إيه شوية شطة سوداني ورشّاهم عليها. ويالّا بقى نُكمُر إيه نُكمُر بقى الكابوريا ونسيبها بقى تاخد وتدّي مع بعضيها بشكل وِدّي. بُصّوا الجمال والألوان والجمال. الريحة بتبقى لمّا بتيجي تستوى تشمّي بقى الريحة كإنِّك بتعملي شوربة، مش ما فيش زفارة ولا في الكلام ده، كإنِّك بتعملي شوربة. وما تنسونيش بقى هنا باللايكات وتفعيل الجرس عشان أعمل لكم كل جديد إخواتي وحبايبي، وما اتحرم منكم أبدًا يا رب ويخليكم ليّا. وما تنسوش تدعوا لإخواتنا الفلسطينيين يا رب كده ينجيهم من اللي هم فيه ويرحم موتاهم ويشفي مرضاهم ويرحم أمي وأبويا وأخويا ويجعل مثواهم الجنة يا رب. طبعًا أنا بقى هاغطّي الكابوريا واسيبها طبعًا على النار تاخد وتدّي مع بعضيها لحد ما تستوى. أغطّيها واسيبها بقى مع بعضيها كده تاخد وتدّي بشكل وِدّي كده. تمام. أسيبها بتاع نُص ساعة كده أو ساعة إلا ربع كده تستوي مع بعضيها، عشان أنتم عارفين الكابوريا غير الجمبري، الجمبري طبعًا ما بياخدش سِوَى. أوام يا دوبك كده تشوّحيه تشويحتين وتشيليه. إنما الكابوريا طبعًا أنتم عارفين الكابوريا بتاخد وقت عشان اللحم جوّه العضم وكده، فبتاخد وقت. طبعًا بُصّوا بقى بعد ما استوت، يالّا بينا بقى نطلّع. الريحة هنا مش هاقول لكم على الجمال والله العظيم، الريحة تحفة، تحفة، تحفة بجد يعني. جرّبوا طريقة مجيدة بالخلطة اللي أنا عملتها دي. طبعًا إحنا اسكندرانية طبعًا بنحب السمك وبنعشقه و وده ملعبنا بقى إحنا الإسكندرانية في الحاجات دي طبعًا. و ويالّا بينا بقى نغرف كده ونطلّع الكابوريا الجامدة دي. بُصّوا بسم الله ما شاء الله كابوريا تقيلة والله. لمّا تيجي تشتري الكابوريا هاتي الكابوريا تقيلة كده. ويا رب كده بقى أكون النهارده أكون ضيفة خفيفة عليكم، وأكون طريقتي كده عجبتكم. ويالّا بينا بقى مع بعضينا بقى كده نقزقز الكابوريا الجامدة دي. وحبايبي واخواتي وما تنسونيش باللايكات بالله عليكم، اللايك منكم بيرفع لي برضه الفيديو بتاعي وما اتحرم منكم يا رب أبدًا. بُصّوا، بُصّوا، بُصّوا الجمال والحلاوة. بُصّوا الكابوريا تحفة، تحفة، تحفة. ألف هنا وشفا على اللي هياكل. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ما تنسونيش بقى باللايكات. وأقول لكم بقى إيه، نسيبونا بقى ناكلوا الكابوريا الإسكندراني الجميلة، أم ريحة حلوة، أم طعم جميل. ما حدش طبعًا ما بيحبش الكابوريا. وأقول لكم سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أختكم مجيدة.